السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إذا نستطيع بحول الله تبارك وتعالى غيثما نستأنف دروسنا حول تفسير القرآن الكريم. وتصورتي اللي نفوك يعني الدروس عدان هي سورة صاد، فكان من المفروض نكشم السورة غيلا الفيرس، ولكن نظر بحول الله تبارك وتعالى غيثما أنه سيئ أنكشم تفسير سورة الكهف. سورة الكهف إلا خير الله ويثمثنا يعني ميسدت الظل نانا دا الشيخ كان في سراغ سورة الكهف إلا نقرأت شكل جمعة، مع أنه سورة الكهف يثمغ ماش فيم واحد 6 سنين كاين ستفير كاين نفسري سيد ديجا، ولكن بما أنه وتسجلارا فنزرع غاك قارون أنه ثكاين سينيطات سيون وبلاط زي تسجل هذا السفيد زي سيف مثلنا كاين تتسوالينا كاين مواقع التواصل الاجتماعي، زي كذلك نلبي الرغبه ايويث مثلنا غدي الطلبون وكان نفسر سورة الكهف إلا تسعى الفوائد ذي المعاني ذي العبر ذي الدروس مليح 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 يثما نكي يثما بحد ذاته فصورتين تعجبين مليح ذي القصص اللي نزيس ذي العبر ذي الدروس الشيء العجيب أي ثما غنزور بحول الله تبارك وتعالى. ذا شوف يغد أذبدل غيك نسقانيون السيستم كان يثما إن شاء الله أنا ننفع زيس مرة إن شاء الله، يعني ننفع زيس مرة فيما يخص الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى. ذا شو ثما السيستمية بغير الشكل يثما مرة نفك الدرس قال مثلا ما هذه فك الدرس والسيء الدرس يدي تسدون درسية إن شاء الله يدي تسدون أدفك غيك السؤال أسقسية يوان السين 3 ذا الدرس فواشو ميزرني عدانك انظرك ميلا 90 شويه الله ميموارك زي ساكني سقارون ذا المراجعه نراجع ونرسخك المعلومات. ولما لا غيثما اسمرت دفكا كان السؤال كاين ميلا يجاوب غد حدا كاين بالك تسيلي هديه غدعاون يثمثنا المحسنين انني جزير بيس الخير كاين كاش ما راه غدعاون شويه الجبن سنكا غاسو كانت لي هديه بسيطه ذا المصحف تقرا انت كان البارفا ايا كان يثما وان شاء الله هاتي هديه مقبوله ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا يثما سوره الكهف تصورة يثما هي سوره مكيه على القول الصحيح والراجح من أهل العلم، لأن القرآن الكريم إلا قرآن مكي إلا القرآن المدني إلا القرآن المكي وإن ينزل في النبي عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة ونقرناس القرآن المكي نغ سورة مكية نغ أين ينزل في النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة النبوية وإن قرناس القرآن المدني أو الصورة المدنية. أمشي اللي تفرقن العلماء المفسرون أنه ثي صورة مكية أو صورة مدنية، لن من العلماء إذا قارن يثمان من المفسرين إذا قارن فصورة ما إذا تنزلت في النبي ونتاق مكة معناتها تصورة مكية، فصورة ما إذا تنزلت في النبي ونتاق المدينة معناتها صورة مدنية. لا وياكي تندي قارون وذويد القول الصحيح شو قارون ماشي ذويد الراجح ماشي ذويد الصحيح، وانما ذا شو الصحيح امشي راس نغار في صوره مكيه ناخذ صوره مدنيه الناد ميلا صوره النيم نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة
وقبل ذي هاجر المدينة. فما إلا تنزلت فلاس قبل الهجرة ثنا سورة مكية. ما إلا تنزلت في النبي بعد الهجرة يعني من بعد ميك هوجر ثنا سورة مدنية لو كانت نزلت فلاس وانت غتنقل مكة. إذن سورة الكهف هي سورة مكية على القول الصحيح. العدد الآيات ينس سورتين 110 آية 110 آية. تصورتي سورة الكهف من بين سورتين يقبدنس الحمد. أم كيف بدون سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أم كيف بدون يثمى فبدوس الحمد. بالقرآن الكريم يثمى لن تذكر سورتين لن بدون الحمد من راه ديرنا يثمى أشحال سورتين نغم من بين سورتين يبدون الحمد. الحاجة مزوات الفاتحة وهي فاتحة الكتاب. يبدا رب العالمين زيس يعني أوليس تيت مزوات ويسنيت من يدير نول. أشو خاطر إسراء تبدو مشكلة نرى يدير نول فاطر أشي برش ربيع ويسنات الحمد لله فاطر السماوات والأرض مثلا ساعة سنات ثلاثة تنين دغوا نتسن ترى غورنا كان كيا نتسن غورنا ضيع وشدوا شغل نصرح سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيم انتقد سنات من رغم تدير نول نسيد نوغا باش كنطول ثلاث الأول ويسنات أيثما سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. تنقلف سورة سبع الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذا شحال سورتين يثماني بدون الحمد 5 سورتين. ساعة سورة الفاتحة سورة الأنعام سورة الكهف سورة سبع سورة فاطر 5 سورتين إلا نبذا غزيس رب العالمين جل جلاله أوليس بالحمد. سورة الكهف إيوشو مصغار سورة الكهف إيوشو مصورين سورة الكهف. سمينا سورة الكهف نسبة إلى أصحاب الكهف يغدي قسم رب العالمين كسورة النية يحكي يغدى رب العالمين فتية من أصحاب الكهف اسمي رب العالمين تصورتي في اسم الفتية إلا نرولن سلئما الإنسان في الطاغية من الجبار فتصورتي غيثما اسمي سوا كانشتهي في قصة أصحاب الكهف التي تدل على قدرة الله عز وجل الباهرة العظيمة. يدي تبين العظمة من ربي سبحانه وتعالى قصيطين إلى الشبابين ذي الفتية لكن يسقرون ليجيان فتية شباب ذا شو العظمة ذا شو القدرة إلى قصيطين غادي نحققها إن شاء الله تبارك وتعالى. أنه من عظمة الله عز وجل أنه يسينيت من رب العالمين 300 سنة و9 سنين. تخيل أيما 3 القرون و9 سنين يسينيت من ربي ورتسن ورثعفن الجثانسن ورتوضر الجثانسن كرند بصحاصن بخير على خير سبحان الله. فينض العظمة رب العالمين عاد نحقروس بإذن الله تبارك وتعالى فقصتين. سورة الكهف يثما شو معنى هذا الكهف؟ الكهف يثما باش نفرق في الكهف وحيد الغار إلا غمون اسمي اللغة العربية إلا الفرق مرستينة الكهف إلا الفرق أو قرستينة ويذ الغار ويذ الكهف. غار حراء دينا كهف غراء غار ثور هكا ودينا كهف ثور. شنو من الفرق؟ الفرق يثمن على كل حال فرق بسيط. الفرق أنه الكهف لاقروت الكهف هو ثقب واسع في الجبل. نكني مارسني
قذرار ثقب ذو سعال فاسما هذه لي والسعيث الغارني غادي لي والسعيث هذا مني الغار كاس تقبيلي كان ما قال اصلا ماشي سميس الغار اسميس الكهف باش كان فاهم كان اسما هذه لي الغارني والسعيث ونا غارنا الكهف اسما هذه لي الثقب ني غمكن الا نتواثق بين قور قذرارني ضيقيث وإن غار ناس الغار ولهذا غار حراء وريت واسمر الكهف لأنه ضيقيث والسعي ثرى غار ثور يكشميث النبي وحين أبو بكر الصديق رضي الله عنه قسين دي سن يعني ثقل ضيقيث الغار لي فيسمى بغار وليس بالكهف سورة الكهف الكهفيين يمكش من الشبابيين يعني كشمث سليستاع ثمانية ديال الإنسان كشمث يندينا طلقنا كنيس قارون سليستاع فوين هذا الفرق البسيط بين الكهف والغار تصورة الكهف هي ما يثمى بغا نعلم ذا شو من السبا إوا كان ينزل سيد رب العالمين في النبي صلى الله عليه وسلم فما من آية القرآن الكريم يثمى وما من سورة القرآن الكريم إلا وثلا السبا فوكين ينزل سيد رب العالمين في النبي صلى الله عليه وسلم فواش هذا السبا يثمى وكين ينزل رب العالمين فسورة سيدنا الكهف النبي عليه الصلاة والسلام قرن معظم علماء المفسرين أين يضربون في محمد بن إسحاق عن سعيد بن جبير وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كفار قريش لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام نبيا ودعا بدعوته وقال لهم أني رسول الله وأني مبعوث من عند الله عز وجل وبطل آلهتهم وعندهم أنه سفك دينهم ودين آبائهم إلى آخره شيعان كفار قريش الحرث بن النضر وعقبة بن أبي معيط عندهم شيعان إلى أحبار اليهود في المدينة النبوية شيعان المدينة النبوية عندهم إلا العلماء نذين إلا هم من أهل الكتاب وشوف أهل الكتاب يثمى سعاد المعرفة الأنبياء ناس لهم علم أو معرفة بالأنبياء لأن معظم الأنبياء هم من أهل الكتاب فالناس نروح مع غورنصن سقسين في محمد صلى الله عليه وسلم في كما الصفات ينس يعني ماذا شوف الصفات ينس أنت يا الصفات ينس يدعو إلى إله إلا الله ويدعو المحامد الأخلاق العالية أخطوكم الكذب النميمة والغيبة خدمين العالي القيس إلى آخره العادل حكومة الصفات ينس ذي العبدين نورسكي الدبارة وريخ تعالى وريخ غشارة صادق أمين حكومة سكان الصفات ينسكية هل الاتواب ذرت كتابين نول ما إلا 90 شرا من العين مكايا زي سكا هضر ما غاد أنا علم أسكو ذنبي لا ذي العبدين لا ليسكي الديب روحان أهبر اليهود حكانا سكان الصفتين وشو يقدعوا شو يسنان العلماء اليهوديين ناس ما تقن ما غرس تقسم في ثلاثة الحوايج شو ثلاثة الحوايج هي ما تقسم في الناس الناس إن أخبركم عنه في ثلاثة الحوايج تايم ما إلا يجاوبكم تفلسن فإنه نبي مرسل وإن لم يجبكم عنهن فهو رجل دجال ذا العبدين لا نسكي الديب ذاك الداب شو ثلاثة الحوايج هي الحاجة مزوار قالوا سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما أمره فتيتي قصة أصحاب الكهف واش نظر فعلا إلا غابن في القوم سن 3 قرون و9 سنين الخلا ما يثمى ماشي شرنا خطير لكن إذا ينسمى هذه غابيون في الحومة ذي شهرين 3 شهور 4 شهور أدرينين الماكسيموم سكا نديت روحات تميدين وحشيك في غابة نديت الريت ويش هي 300 سنة
3 القرون و9 سنين غاب في القوم سنكران وفان القوم سنموثان كل شيء بدال. اننا سقسين فويا كاين الشبابين الا نروحهم سوا بحر لا شو ذا الحال نسى وهي ما سقسي ويس امزوان اسقسي ويسين سالوه عن الرجل الطواف الذي طاف بين مشارق الارض ومغاربها. من يتقصد داين الرجل الطواف ذي القرنين إن سقسين فور جزائر رجل طوافي لنا إدا بالقاع الحقاك نسقانا القرن الدنيث القرن الشرق من القرن الغرب إدا الدنيث مرة كاتي سقسين في الحال ورجزائر لا شوت سقسين في الحديث ويس 3 سقسين في الروح اللي دينا رب العالمين داين دسقسيم داين دسقسيم يدي يجاوب على رب العالمين في سورة الكهف يجاوب رب العالمين في لسندا سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثروح العبد الروح ماشي الحاجه راضي زري يول ماشي الحاجه مرا اكدي وصف يول. ولهذا من نظر بالعالمين ورث سعيم ثموسنين انا قال دروس اكن ثمغم سعيم ثموسنين ورث سعيم راه ثموسنين العلم يكسع رب العالمين. تزال عند القوم سن فرحان يا قريش يا قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. أثن نويد شو غراض يفصلوا يا رنا غير محمد. نويد شو ثرى غندرات بنتك نيس قرن الحقيقة حان وقت الحقيقة الحق الوقت انتهت. روحنا النبي عليه الصلاة والسلام سقسين 3 من سقسينين لسوس دين النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وده ضرر لحاجة قرويس ضرر لحاجة قرويس. النبي عليه الصلاة والسلام ما يوحي يصدر بالعالمين كلام يهضر وإلا أسينيهم هذاكم دراس الخبر. فقال لهم أخبركم غدا ولم يستثني. النبي عليه الصلاة والسلام كلمة رب العالمين إن هو إلا وحي يوحى سدوس الوحي ورتدرس العقليس ولا الوحي أي نيس دي وحى رب العالمين أي نيس دي خبر رب العالمين سواء حتى العلم الغيب دي خبر النبي عليه الصلاة والسلام. فغنيس النبي عليه الصلاة والسلام أخبركم غدا ولم يستثني. ودي النار إن شاء الله وهي ضد الدرس هذا الحقيقة غوص إن شاء الله سورة الكهفية واش تقرأ في سورة الكهفية ضد الدروس كل شيء ضد الدروس. يقيم 15 يوم وسديو ترى الوحية لا نضرب بالعالمين يهضر ديالس ولا جبريل عليه السلام وترضع غرس. فارتجت المدينة ارتجفت المدينة أو مكة يبدو يتصفغ الأخبار ثاني بان الكذبيس وريس على الجواب رجل دجال وكان يسعى كان حماية ضروب والسجن دشو راه غير في الناس عين ديريا. وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا قوليس لأنه ما يهضر لكن في الله سكن وشو ديو ترى جبريل وشو ديو ترى الأخبار من عند الله عز وجل. بعد ذلك يطرد جبريل عليه السلام يوحي 6 سورتين سورة الكهف يجاوب سن في سقسينية نغدا نقرا سقسينية سقسان في الروح يجاوب سن في سورة الإسراء. ومن بعد الناس النبي عليه الصلاة والسلام شو كيتورني يا جبريل شو سنة رب العالمين وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني ماشي سنبغي نغيد نسطر شو نبغي نغيد نسطر يعني وين يحبسن وين يمنعن وين يقطعون رب العالمين. رب العالمين يمنعن رب العالمين يحبسن وشو دوطير غرا غورش وشو إلا السبة النير سورة يبدأ سورة الكهف نلقى غرس ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهي ضد درس ثانوي نويت كثورة بيان إن شاء الله هذا نلقى غرس أنا نوع ثانوي ورث وعيد حد ورث ضد حد وسفك الوعد حد حاشا ما ثني تصل إن شاء الله الحاجة ماشي كفوسيك كلش كفوس رب العالمين ما إلا ثني تصيون الحاجة الناس إن شاء الله ما يبغى ربي بإذن الله بحول الله ما يبغى ربي إن شاء الله. فذي السبع لم يستثني
الحصر النبي عليه الصلاة والسلام إفتياسا للجواب تنزلت صورتين سورة الكهف. كذلك من بين أسباب، قال العلماء أسباب نزول هذه القصص، سواء قصص الأنبياء أو مثل هذه القصص، من بين الأسباب النزول يثما أنه يمسلمنا يثما مكة المكرمة غاك تعلمون كانوا مضطهدين، لن توحقروا، لن ضعفاء، لن لا حول لهم ولا قوة، لن كنيس قارن سواعبسن، لن كفار قريش أذونتن، وكانوا ممن يقتلونهم. أكن مئذان آل ياسر، عمار بن ياسر، نسد الفاميليانس وين تذند ساعة سبابة سليماس الماس الصحراء تلقن دينا جانت بلا غمل بلا الماكلة. إيوا شو كفرت كان ربي، سبت كان النبي، كفرت ربي غير تفكا في قيث وامن قومان ألا قومان عدان غانسي ماس ذبابس يروى النيس أكا مطلاي عدد كان النبي القرص اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبروا ثان الموعد والجنة. ولهذا ما يثمح حتى الرسل حتى المؤمنين دي مسلمين أكا سواء ذون، ولكن يتحوج بناني قوي. ذو الرسل ذي مسلمين يتحوج بناني قوي. فربي سبحانه وتعالى اسمع ذي علم النبي عليه الصلاة والسلام إذا قوليس يتشيع سدكا يحكوا يسدكا في قصيتين من الرسل الأمم يقعدنا كان تقصيت نوح عليه السلام، صالح عليه السلام، هود عليه السلام، إبراهيم ممكن تعذب بحيث القوم نسمي عدنا الصرغون، موسى عليه السلام ممكن مثل أذان القوم ناس، عيسى عليه السلام مرس دقسوا كتقصيتني وشو كي يثبت فؤاده أكنز رب العالمين. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني باش كنصبر، باش كنثبت، باش كتصط الموقفين، باش كنوضع ترى، باش كنوثر ترى غاك كنسقانا كيا ثمرات باش كنتصبر. يا ولادي مسلمين ولادي مسلمين تعدين المرحله من الضعف يتحوج من هذه قوين ولاد وياكي ونسهر رب العالمين يقصايا صند رب العالمين فقصيتيه فتية أصحاب الكهف الفتيين الشبابيين إن ندين رب العالمين آمنوا بربهم ومن نصر ربي وحده لا شريك له، إلا أنه غلين جيون الوقت يحكمثن يون طاغية، رجل كافر مشرك يحكمثن يدعوثن الشرك، يدعوثن عبادة الأصنام. شو خدمن ثبتن اطفون قدين سن رونا سدين سن فثبته. أكن غيس انتظر كذلك الصحابة غادي يضر بفلسن اسمي سواء ذلك مكة المكرمة دا شو عندنا خدمنا يثما رونا سيني بردان الحبشة، هجرة إلى الحبشة الأولى، هجرة إلى الحبشة الثانية، رونا سيني بردان حتى بعد ذلك عوفا يعني ما تشيل شراء أميذين رب العالمين أذنا سني وكن ذا إلى المدينة النبوية، هاجروا إلى المدينة النبوية. إلا وين جانا خامس، إلا وين جان درياس، إلا وين جان ثمطوطيس، إلا وين جان كنيس قارن الشي ناس ديري من الناس ديال الكوميرسي ناس سمح مرة كلش في سبيل ذا شو في سبيل الدين كان في سبيل هذا الدين. فكذلك يثمى أكنشتي صالح لكل زمان ومكان، خاصة الزمن النور زمن الفتن، الوقت النور الوقت يقعرو زمن توالي ما يثمى العالم ثورة يقرأ نيس قارون كرة أرضية بين أيدينا فطرت قضية نصلت زي ذي مش مزيك زيك مينا وقت الذي لين الانترنتية الشبكة العنكبوتية مواقع التواصل الاجتماعي لا مستلرة. أنا قر مينا من الحقائق الأخبار كان كاين ثراس المواقع التواصل الاجتماعي المنض مرة ثانية رفسنيش تعلمت مرة في وغا الموند مرة ذا شو يلان تخريك في وغان ثمورثيك ناق في وغان لاويليينك ناق في وغان الحمينك خيم كان كتصديت الفيسبوك يموت واغي غوان يسوا شروا. زمن النوم زمن الفتن والمغريات والشهوات والشهوبات والشبهات
ولاد الكني ولاد المؤمنين يتحواج دا شو راخي قوي فاكنشتي العباره الدروس ولا وين كنيا فودي تكرر يناديني خطي ويكني الانبياء بالرسول في كيس رب العالمين البراهين الحجج يقواتنا رب العالمين لا حتى مسلمنا الوقف النوى الى قيام الساعه الى قيام الساعه كما رب العالمين القرانيه يجعل كنيس قارون دستور الحياه كنيس قارون الحجه البرهان هذا الاعجاز هذه قيم الى يوم القيامه مرات عديت سقاطت 6 شهور تاينيا امشي نصبر العباده يصبر في الدين ينس في الدين ينس اذا كان اشترك الجن تصبر وتتفض في الدين كذلك يتما انه سوره الكهف ثيك المره كمقدمه مازال عادو كشي مرة تفسير ينس انه سوره الكهف يتما فيها من المعاني والفوائد العظيمه لكن نقدر تزور الدرس اشتملت على 4 قصص تجمعت 4 تقسيطين لا شوف تقسيطيه تقسيط تم الزوارف اصحاب الكهف ومعظم القصص يثمى تدويرنت في العقيده والايمان والتربيه والسلوك والاخلاق والعلم الغيبي الى غير ذلك فمن بين القصصين يثمى اشتملت هذه السوره على قصه أصحاب الكهف لكن نرد نحقق إن شاء الله تبارك وتعالى تقصد ويسناث قصة صاحب الجنتين العبدين اللي في كيس رب العالمين يدري من إلا أنه غوريت الشين دونيت يكفر رب العالمين القصة ويسلثة هي قصة موسى عليه السلام وحيد الخضر إلا كذلك فيها فوائد عظيمة جدا سبحان الله وكذلك القصة ويس 4 هي قصة ذي القرنين الملك الصالح إلى مكنية رب العالمين في كيس رب العالمين السلطة القاع سورة الكهف ما يثمى لا شك أنه نقرأت كل الجمعة بالك كل جمعة فتوالي ما يتمثلون كما ذي عدين كان قرأت سورة الكهف مرة ثورة كان ما قرأت سورة الكهف بالك عسيمت شو قرأت سورة البقرة شو ذي الكهف كان الجمعة شو قرأت سورة البقرة شو قرأت سورة آل عمران شو قرأت سورة نيتون مع أنه سعنت الفضل شو سورة الكهف لأنه سعنت الفضل خصيصا ذات الجمعة ويوصف لس النبي عليه الصلاة والسلام خصيصا ذات الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام شو دينا من فضل وين راضي قرأت سورة الكهف وس الجمعة من بين فضائل سورة الكهف إن النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ 10 آيات الأوائل من سورة الكهف عصم من الدجال ونرى حفظ 10 الآية تمزورة من سورة الكهف أطيع عصم رب العالمين من الدجال وغنى النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من الدجال وين راضي يقرأ 10 الآية تنقورة من سورة الكهف أطيع عصم رب العالمين وفي حرز رب العالمين من فتنة المسيح الدجال إن كذلك النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين العتيق وين راضي قرأ فسورة الكهف ليلة الجمعة يعني الخميس بعد المغرب سنغذ الليلة الجمعة ليلة الجمعة وين راضي غرام تصوص الكهف قال ليلة النير أسدفك رب العالمين ثفاث هي راس وحيد بيت العتيق بعد الأذان إن شاء الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. إذن إند النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة الخميس الدفير المغرب أضاء الله له بينه وبين نورا بينه وبين البيت العتيق. وين راه تيغرم صباح الجمعة؟ ند كذلك النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. اش دفك رب العالمين ثفاث الجمعة غير الجمعة هي تنيدي تشدو شاهدوا مسرية يتما نبغى نسقسي غيون ونسقسي يوشو بحد ذاته يتما النبي عليه الصلاة والسلام إناد وين راضي غرم وين راضي قرن سورة الكهف أتي عصم رب العالمين من الدجال. يوشو في حد ذاته إناد أكي حرز رب العالمين من الدجال. شو قال العلماء المسنون الدين؟ قال العلماء السبب يوكن يبذرد النبي عليه الصلاة والسلام أنه وين راضي قرن سورة الكهف أس الجمعة أطيع عصم رب العالمين من الدجال لأنه ثسورتين 9 ثقسيتين. ثقسيت ثم زوارف هي قصة أصحاب الكهف. إيلان تهضرت في الفتيين إيلان تسعى العلاقة الدين، تسعى العلاقة العقيدة، تسعى العلاقة الإيمان بالله، تسعى العلاقة التوحيد، تسعى العلاقة أنه الشرك ترى ربي الفتيين إيلان حكميثهم طاغيين إيلان يبغى نفتن قدين إنسان يبغى ندي السوفق العبادة ربي العبادة الأصنام يبغى يوكنا نشرك نصربين إلا أنه ثبتن طفون قدين إنسان ثبتين قدين إنسان. وهي الحاجة تم الزواج الحاجة ويسناف لأنه مصحى ثقسيت ويسناف صاحب الجنتين إلا يفكيسر بالعالمين يذريمن يفكيسر بالعالمين الشيء إلا أنه ثغري في الدنيث غر في ذري من النير يكفر صربيع يكفر صلاخر. ويس 3 قصة موسى عليه السلام وحيد الخضر إلا تهضر في العلمية إلا نيوينا في الإنسان لأنه الجهل يثمى ذع ذون بنادم الجهل ذع ذون بنادم. ويس 4 نسعى فقسيت من ذي القرنين إلا نمكنيث رب العالمين القاعة يسعى يفكيسر بالملك يفكيسر بالسلطة يحكم رب العالمين القاعة يرنا تشدون العباد مرة صلا مريس ونوري زمير هذه خالف لا مريس. ذا شو ذي المناسبة يقربط في قصيتنا المسيح الدجال. المسيح الدجال اسمى ردي سيثما مرضي في غيثما 4 مرة غانسيدياوي 4 مرة غانسيدياوي اسمى ردي في المسيح الدجال اللي بينقتل النبي عليه الصلاة والسلام ولاش الفتنة القاعة ربي يقعرون يقشفون نشتين المسيح الدجال. اسمى ردي في المسيح الدجال الحاجة ثم زوات واش راه يهود العباد هذا يهود الدين نسل ذي الرز العقيدة نسل ذا شو أدي فغسيني كي ضربي ثنول أنا ربكم الأعلى لين كي ضربي ثنول. فما إلي ونقرأ سورة الكهفية أثيث رب العالمين قدينس يعني يعصمه من الدجال قدين أكيد رب العالمين قدين وكلوا توكل احترم وكلوا توخضع احترم أنه ويم ليس بمسيح الدجال ليس بالإله دي قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو الرجل الأعور والسين يدري من مرة يفغ المسيح الدجال أدي وين الكنوز ندوني مرة أسيني غير قاعة السفغد الخيرات السفغد يا الذهب يا السفغد الخير يسمر. ولهذا من الأكثر راهي يتبع المسيح الدجال ذي الخالات وحيد وذايا. يا وش الخالات؟ تحبين تذهبوا به في كاس كان ذهب أو راك نسقارنا وسن دا شو راه ديالي في كاس كان الدنيث إلا من رحم الله. اتبع أنت الخالات واتبعني وذايا كذلك باش كديني رب العالمين بالك كيغور الشينس اكن ذاك الدنيا بكا كيغور الشينس كذلك كيثبت رب العالمين من فتنه المسيح الدجال باش كتصوى غور طريق الشينس. ويس 3 العلم العبد يسعى راه العلم المسيح الدجال يقضي العبدين لان الجهل هذه الدور لأن النبي عليه الصلاة والسلام شو قال ما من نبي إلا وحذر قومه المسيح الدجال. ما من نبي إلا وحذر القوم ينس المسيح الدجال.
اسمى راه لحق الوقت ونهضر في المسيح الدجال وذي توسو المسيح الدجال يونور السين شو المسيح الدجال هي من هو ذويا لنا العباده تبعات انا قال وينك ساعه انت مسلم انا قال المؤمن ويس 4 المسيح الدجال هي مسيح رب العالمين السلطه سيف رب العالمين الحكم يأمر رجل شاب يقتله أسفك رب العالمين يوث المعجزة ليس بعدها 2 يوث المعجزة دا شو المعجزة هي أنه غادي نغيول وذا عاودة تدحيو سبحان الله في هذه الفتنة من يوك سنوغل من يوك حيول رب العالمين كاستيني تويا يغا في حياتي لا إله إلا الله هذا الشيء يضرب به ولكن المؤمن أثبت رب العالمين قدينيس وذي سعو العين وغادي يروي الفلاس ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف 10 الأوائل أو 10 الأواخر عصم من المسيح الدجال. فهي كمقدمة ثم نبدو الحمد لله تفسير سورة الكهف نبدو كبداية أين نلحق زيسك خير وبركة وما شاء الله قدر سيدي تسدوني بإذن الله تبارك وتعالى عندي نلحقك إن شاء الله أخلاق الخير أخلاق الخير إن ربي سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحاجة وشو الزوار رب العالمين والي سبحانه وتعالى في سورة سيد الزوارين الحمد إن الحمد لله. وقبل أن نبدو غيثمان الحمدية إذا قنهضر في الشكر أولا باش كاد النبيين إواشو ميدينا رب العالمين الشكر لله إواشو من الحمد لله. نبغى نعلم لشو ماذا الفرق يرى الشكر لله وغير الحمد لله. لشو الفرق بين الشكر وحيد الحمد؟ لا شك أنه غيثما الله سبحانه وتعالى غيثما إمراض دي وكنا نشكر في عدة آيات من القرآن الكريم لدين رب العالمين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أمراض رب العالمين مثلا ما إلا تشكر مية راح لكم درنا الخير ما إلا تكفروا لأن رب العالمين هذا يخدم الشغليس. وغنى رب العالمين كذلك عدة آيات في عدة آيات يختم رب العالمين واليس ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون ورزقناكم من الطيبات ولعلكم تشكرون وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. عدة آيات يقرأ رب العالمين بل هذا يشكرون بل كي يشكرون. وهذا المقصود أن نشكر فيه المقصود أن نشكر فيه شكرت النعم رب العالمين. ونذر رب العالمين سورة لقمان في لقمان عليه السلام ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. هي حقيقة أنه ملك دين ربي شكرية في حقيقة الأمر أنه تشكر في العمر لأنه ربي وثنفع وثنتضره. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن النعمة نيغك تدوم رب العالمين بالك دير له رب العالمين ما تشكر رب العالمين دير له تدوم أولا وتشرو حرام ودير له دي بارك رب العالمين زيس. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ولكن ما إذا تكفرت ربي مثلا يعني تكفرت شنو الخاصة الشيء كان الخاصة. ولهذا الشكر يثما هو من صفات الأنبياء والمرسلين والصالحين. إبراهيم عليه السلام من رب العالمين في الناس إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. يشكر رب العالمين في النعم دي نعم رب العالمين في الناس. وإن رب العالمين في نوح عليه السلام إنه أمشي دي وصف رب العالمين إنه كان عبدا شكورا. العبد لا نشكر ربي العبد لا نوري السهر ربي. والنبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى نعفيس رب العالمين أين قعد وين غادي تشدون تفاتد عائشة رضي الله عنها يتظلم حتى تفطرت يده رجله أميلا لترنس يعني يتوقرح
فالناس عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الناس ثم رب العالمين يعني تعصبت إيمانك بزاف، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني تعتبر إيمانك وربي مثلا يعفاياك أين قعدن وين يشدون. واش سين النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. واش تيلي غير هذا العبد الشكر. ولهذا العبد يتما نكني ويرانا العبد سمرا بدي يقضون الحاجة ما في تشكر. وهذا الواجب الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولكن وش دينا رب العالمين هي الحمد لله، ودينا الشكر لله. الحاجة ثم زواج أن الشكر كما يكون لله عز وجل يكون للناس. أكني غيكتيلي غير ربي، أكني غير تشكرت ربي، ما ردينا عن فلاك الحاجة سينت الشكر لله. أكن كذلك يتسيريت في العبد ما راك ياخذ مليون الحاجة ما في تشكر، تعطيك الصحة شكرا. أما الحمد لا يكون إلا لله. والزمر ترى ما ستينيتي العبد أكحمد أي ما أكحمد. لا، الحمد لا يكون إلا لله. ثانيا أن الحمد أوسع من الشكر، لأنه يكون على كل النعم. الحمد إذا وسع في الشكر شوف، لأنه الحمد أتحمد رب العالمين في كل شيء من كل النعم ظاهرة وباطنة، ما تعلمه وما لا تعلمه. أما الشكر أثيت شكرت لحاجة كان يتحمد زيش فكي يقدر رب العالمين الصحة شكرت في الصحة، فكي يقدر رب العالمين دريان شكرت في دريان. ولكن لا نعميتهم فكي كنت يقدر رب العالمين شون طوالة ترى لانت نعميتون فكي كنت يقدر رب العالمين شو تسوي ترى زي سلسلة الخبر أتحمد رب العالمين. ثم الحمد حمدان، والنفع نفعان. إلا النفع الحمد إيلان نعمة إيلان تنتفع بها وتسمى نعمة النفع. ثلا النعمة عندها تحمد رب العالمين زيس تسمى نعمة الدفع. وكنيك الغالب نحمد نعمة النفع. نعمة الدفع هي ذا العبرة كان القلة كاين ناس اسم كثايا أنا قرمينا اسم كثا كان غنسم كثا دويرانا. نعمة النفع أنه ملك دين سنفع رب العالمين حاجة يرزقك رب العالمين سوق شيش يسنفعك ربي سوق شيش ني غسينة الحمد لله يا ربي أك حمد فكيتي دقشيش يفكيك رب العالمين الصحة نفعت الصحة ناس الحمد لله يا ربي فكيتي الصحة. نعم رب العالمين في لك سخام الحمد لله يا ربي تكيتي دخام سنفع سخام مني. يفكيك رب العالمين طوموبيل سيد الحمد لله يا ربي فكتيت طوموبيل سنفع طوموبيل. يفكيك رب العالمين نعمة الدين سنفعت الدين تعبدت رب العالمين وحده لا شريك له أعظم نعمة تحمدت رب العالمين سدين النعم. ولكن نعمة الدفع ذا الحاجة غير نعمتي رب العالمين في الله وتسويطار زيس الخبر، ولكن فينا ذا النعمة. مثال على سبيل المثال ذا المصيبة تسدود غوري ذا البلاء تسدود غوري قارنص نعمة الدفع. نعمة الدفع تسدود غوري البلاء تسدود غوري المصيبة يتسدود غورك مكروه يتسدود غورك سوء رب العالمين دفعها. الرت رب العالمين في الله ذي النعمة هنا خطير كفى بها من نعمة. ترى شيء الخبر زيس، ولكن رب العالمين إنعم رب العالمين في الله واستيت الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. ولهذا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العبد يثمن المؤمن احمد رب العالمين في كل الأحوال. ولهذا من ديدن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه شيء يفرحه ميلا الحاجة غكا يسفرح هذا شو سيقار الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ما إلا ولا الحاجة ما إلا لك كرهتها كان خلاص الحمد لله على كل حال، احمد رب العالمين على كل الأحوال، لأنه تعلم ترى بالك المضرة النيم إذ توالد الشيء المضرة في حقيقة الأمر يثمى ثلنا ذي النعمة إنعم يسيد رب العالمين في الله. وختم غاية ما الدرسية السيوف تقصيد باش كان ناوي نزيس العبرة لعله يعني درسيت كم من مرة، ولكن كنيس قارن ما تقرر وإعادة إفادة وكيف كله دروس وعبر. يروي ابن عساكر في كتابه التاريخ عن أحد السلاطين يون السلطان يسعى يون الوزيرية ذو العبدي الله يفكيس رب العالمين الإيمان يفكيس رب العالمين الدين شك مرذيني غير غليد الحاجة يحمد رب العالمين في كل الأحوال، وكل حاجة يقرص ذا الخير يا الخير يا الشر يحمد رب العالمين زيس لأنه يعلم ذا الخير كان اللي تسنغ رب العالمين. فكل مرة ديرين الحاجة من السلطان يقرص خيرا يا أمير المؤمنين، ذا الخير يا أمير المؤمنين، ذا الخير والله ذا الخير خيرا يا أمير المؤمنين ذاك اللي كسنك خموشيس يون وسكير يعدى كان السلطان اللي ويت تسفح كير يروح هذا يعدي ما تسكزم يقرط طاضيس يقزم طاضيس فانقزم نو طاضيس كي يغلي داك القحان كيرد الوزير نير إلى رجل صالح مرة تسعود القارنة كان العبدين اللي تذكري كذا كاس الخير نعم الرجل ونعم الصديق. فمن الناس خيرا يا أمير المؤمنين ذو الخير يا أمير المؤمنين، ولكن الحالة اللي غمتنا يفغيت العقل الطاضيسين قرات يغلق القاعة مازال قرات يد الخير واش من الخير إن قلينا بوصات الطاضي وين قرات القاعة يفقع شعل ما كان غوش لا استهزئ إن قليل سنعسى باش مازال تقرت يد الخير إن قليل سخنوا النسخ شي تقرت هكا إن موكين كنا موكس العقل ديالنا إن قليل تسخن النسخ شي القرط يد الصبر واش من الصبر هذا الصبر الناس اسجنوه يرمثال الحبس ثورة ما الحبس ديريكت الحبس يرث الحبس تمسخير شي زيان يرث الحبس. السلطان هي وحيد الوزيريين سعى نيوث العادة ليش العادة هي أنه تفاغم الوحي مع الصيادة ساعة نيوث الوعادة تفاغم الوحي مع الصيادة معليش يتما طولها في اللون كيا ان شاء الله تناوي هذا الدرس العبارة ما كان رانطو في اللون درس ديسلو ان شاء الله ونطول طرف في اللون نغدا يتما السلطانيين يسعى العادة وحيد الوزيريين أنه تفاغم الوحي مع الصيادة تصيدهم أسنين يتسدو غادي فا ولا شو حمنا غادي فا إنهم يتفاغ وحيد الوزير نيثورا ما ثاني الحبس يعدا يفغ يمانيس أسمي قاعد غير في غيمانيس تصفنتي موكم صغارا آكلوا البشر لي كانيبال ويكني تتسن العباد تصفنتي أسمي ميتي تطفن ويش هي أكل البشر يمكن تتسن كان العباد كا غادي سوا كيون الوقت ذي العيد الإنسان لا شو ذي العيد الإنسان العيد الإنسان أنهم يقربون قربانا إلى آلهتهم ذا شوت ذي العبد أكني نخدم كنيق العظام قران الناس دناغي شرير أسنزلو تقربا إلى الله ولا قد سيدي تخطن العيوب ماشي غاكني سقان تعور ماشي تساعيبات ماشي تزنقوت ماشي تاكزناك تسمو فيك إلا قد سيدي تكمل ولا نوني كذلك إلا قد سيدي ما تكمل وساعة ولا ذي العيب أسمي غيد عدان لحق دي وكنا تزلول الإله إنسان خزرنا كان مفاني ساعة العيب طاضيس نقراتو طاضيس الناس وين يسعى العيب وديوالا ما تنزلوا وسرح الناس يعدم يروح اش فيتي وين قلبالي سيتنا اش فيدي وسان قلباليس مشيت قلباليس ميسي قرض الخير وتعليم طارد ديك دياس الخير ماشي بلي شي غيدير غير ميرن هذا فين انا شو كان بالك وتعلم طارد شي زين بالك رب العالمين عالم زيس يقلا كيسقان الحكم ينس مباشره الناس شوف غمثي بالحبس شوف غمثي إناش ثورة ما يعلم غوش يتقاض الخير زريغ الخير يروانيو أقلقت قل موت زريغ الخير يروانيو إناش ولكن تسقسي ثورة كي ما تسقسي الناس ما إلا تزريت كرام الخير ما تكشم تاع الحبس باش تقارتي كلشي ذا الخير ما إلا كرام الخير ما تكشم تاع الحبس الناس الناس دا شو الناس يا أمير الناس اللو كان سبحان الله الناس اللو كان ويثيري ترى الحبس لو كان نفغ الوحي من صيام
وكان طفلنا غير سنين الناس لو كان كيكملوا غزلانيين الناس وكاين شي ساعات العيب رانكيت ناس فهم من حكمة الله عز وجل أنه ثيريتيا على الحبس سبحان الله. على كل نيثما قدر سيدي تدول إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل تفسيريا الأولى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أكا حشما إن شاء الله تبارك وتعالى إلى نهايته. أكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستسمحكم يثما على الإطالة. بارك الله فيكم.